افتح يا زياد. ما انا مش همشي، هبات هنا. هتفتح هتفتح. ازيك يا زياد؟ عامل ايه؟ طمنا عليك. ماشي يا عم، مش زعلان. قبل اي حاجه يا معلم، انا جاي اعتذر لك على الكلام اللي انا قلته عندي في البيت، وعلى الطريقه اللي انا كلمتك بيها كمان. حقك عليا، ما تزعلش، انا اسف. انا عارف ان انا انفعلت وضايقتك، بس اقسم بالله انا كنت خايف عليك، وخايف عليك جدا كمان. انا ما كنتش عايز اشوفك بترجع للحاله اللي انت مريت بيها قبل كده. ولا انت بقى ناسي ادمان المهدئ كان عامل فيك ايه؟ جسمك اللي كان بيترعش طول الوقت، الصوت اللي انت كنت بتسمعه بيكلمك في كل حته، الهلاوس اللي انت كنت بتشوفها في كل مكان حتى في مرايه العربيه. اهي السكه اللي انت فيها دلوقتي هي بالظبط. نفس السكوت والسرحان اللي في عينيك، الطريقه اللي بتبعد بيها عن كل حاجه. عشان خاطري يا زياد، بلاش يا سيدي، عشان خاطري ورحمة ابوك وامك يا شيخ، تعالى نلحق الموضوع ده بدري بدري. تعرف ايه اكتر حاجه مضايقاني يا سامح؟ كنت فاكر ان انت هتبقى اول واحد يصدقني. وانا مش جاي اقول انك كذاب، بالعكس، انا جاي انبهك انك طول الوقت لوحدك، وانت بالطريقه دي بتغرق، وانا بقى مش هسيبك تغرق. مش هسيبك تجري ورا وهمي مش موجود. مريم مش وهم يا سامح. ماشي، هي مش وهم، اكيد مش وهم، بس خلاص راحت عند اللي خالقها. ارضى انت بقى بقضاء ربنا وقدره، ما انت مش اول واحد مراته تموت. انا مراتي ما ماتتش طبيعي، انا مراتي اتاخدت غدر. انت فاهم يعني ايه غدر؟ هو في ايه؟ هو مفيش في الدنيا دي غير مريم وبس، حدوته وخلصت وخلاص. انت بقى اللي مصر تشوفها ما خلصتش. ايه؟ هنفضل واقفين عندها العمر كله؟ حياتنا هتقف خلاص؟ اللي راح ما بيرجعش، ما بيرجعش يا زياد. ولا انت نسيت بقى في اول ما اتجوزت انت كنت عامل ازاي؟ انت ما كنتش انت يا استاذ، انت اتبدلت وبقيت واحد تاني، اختفيت وبعدت عننا كلنا، وما كنتش شايف غيرها هي وبس، محبوس جوه العالم بتاعها وهي بس اللي بتحركك، كأنك كنت مسحور يا اخي. في ايه؟ ندها وندهتها. سامح، لو ليا اي غلاوه عندك امشي. انا عايزك تفوق لنفسك، انا عايز مصلحتك، افهمني. امشي امشي يا سامح. سلام يا زياد.